يا ترى إيه العلاقة السحرية بين تنظيف بيتي وبين تحقيق أمنياتي؟ هل لما أحافظ على نظافة بيتي وترتيبه ونظامه بشكل دائم ده فعلا ممكن يساعدني أحقق الحاجات اللي نفسي فيها؟ هل ممكن يكون السبب اللي بيخليني مش محققة اللي بحلم بيه هو إن البيت حواليا مش رايق؟ ولا يمكن لما المكان بيبقى منظم ونضيف ومريح حياتي كمان بتبدأ تتنظم؟ هل فعلا في علاقة سحرية بين ده وده؟ يلا بينا نشوف مع بعض. أنا واحدة من الناس كنت دايما بنظف وبروق وارتب، بس كنت بعمل ده كروتين، كحاجة لازم تتعمل وخلاص. ما كنتش بنظف بحب، ما كنتش بحس ان انا لما ابدأ تنظيف ان اللحظة دي لحظة راحة وامتنان. لكن من ساعة ما بدأت انظف بعمق وبوعي وبحب بقيت بحس ان كل حاجة في البيت بتتنفس. بقيت بحس ان البيت بيشكرني والهوا بقى اروق وانا نفسيتي بقيت اهدى وانضف من جوه. ولقيت ان في تغيير كبير جدا بيحصل في حياتي من بعد الخطوة دي، هدوء غريب، راحة نفسية حقيقية، إحساس بالبركة وأبواب الخير بتتفتح من حيث لا أحتسب. يمكن السبب الأساسي اللي خلاني أعمل الفيديو ده النهاردة هو التغيير اللي شفته بعيني، وحبيت أشارككم السر اللي خلاني أعيش الراحة دي وأحقق حاجات كتير كنت فاكرة إنها بعيدة.